السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ زي ما انتم شايفين النهارده عملت لكم طعمية بقى. جينا نشتري طعمية بصراحة جاهزة، لقيناها غليت قوي والواحدة بقت بجنيه. فقررت قلت لأ، ليه نعمل كده؟ نعمل الطعمية في البيت. جبت كيلو من الفول المجروش والمتقشر زي ما انتم شايفين كده، نقعته ليلة كاملة من بالليل لتاني يوم الصبح. وجبت بصلتين كبار واربع خمس فصوص من الثوم وحزمتين من الكرات. الكرات ده جميل جدا، لما ما بتلاقيهوش ممكن تاخدي العيدان الخضراء بتاعه البصل الاخضر، وثلاث ربطات من الشبت والبقدونس والكزبره بس صغيرين شويه مش كبار قوي. وغسلت كل المكونات كلها كده وحضرتها، وبدات اجيب الكبه بتاعتي واخد شويه من الفول على شويه من البصل والثوم، كل المكونات يعني على بعضها، شويه خضره كرات وشوية من الخضرة المشكلة بقدونس وكزبرة وشبت. حطيت شوية مية عشان يقدروا يتحركوا شوية في الكبة. لو ما عندكيش كبة هتنفع قوي في الخلاط، ممكن تزودي السوائل شوية علشان تمشي معاكي في الخلاط لو ما مشيتش لحد ما تديكي النتيجة الحلوة اللي انت شايفاها قدامك دي. وتصفي المية الزيادة بتاعتها في الآخر في شاشة في مصفى كده تلاقيها بتنزل المية الزايدة اللي فيها. عملت الكمية كلها بنفس الطريقة كده زي ما انت شايفة، طلعت كمية حلوة جدا وموفرة جدا جدا جدا، وتبقى موجودة في المتناول، تعمليها في الفطار وتعمليها في العشاء. ناجحة جدا وجميلة جدا، ما فيهاش اي مكونات ولا حاطين فيها عيش زي اللي بيعملوها بره، ولا مقلية في زيت غير الزيت بتاعك النظيف اللي انت ضمناه ليكي ولولادك. اه، عبيت الكمية كلها بقى كده في اكياس. بتحطي الكمية اللي انت عاوزاها، يعني ممكن نص الكيس ده او ربعه على حسب عدد افراد اسرتك. بتطلعي لو حد جالك فجأة لو كده. المهم سألت بقى بتاع الطعمية ايه سر ان الطعمية بتاعتك بتكون فاتحة كده وهشة ساعة القلي يعني، وبتبقى جميلة ومنفوشة وحلوة كده عن بتاعة البيت. فقال لي لازم تضربيها في كبة او بالهاند بلندر قبل ما تعمليها او قبل ما تحمريها على طول. فجبت بقى الكيس بتاعي طلعته من الفريزر، حطيت شوية ملح وشوية كزبرة ناشفة وشوية بابريكا على شطة، وحطيت شوية كمون وشوية بيكنج باودر. ما حطيتش كربوناتو. البيكنج باودر مش بينفخ قوي زي الكربوناتو مع الطعمية يا جماعة. قلبت كل المكونات كده وضربتها كأني بضرب بيض مع بعضه كده. ممكن تحطي بيضة كمان بس أنا حبيتها تبقى طعمية سك كده من غير بيض ولا أي حاجة. تجيبي بقى شوية سمسم شوية كزبرة ناشفة، وتعملي القطعية اللي انت عاوزاها والحجم اللي انت عاوزاه، وتقلي في زيتك النظيف زي ما انت عاوزة. معلش انا اسفة يا جماعة على صوتي، بردانة شوية. انتوا عارفين الايام دي باردة قوي والناس كلها بردانة، ربنا يشفي كل مريض يا رب. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين عملت من الكيس كمية كويسة جدا. تعمليها بقى في العشاء، لو حد جالك فجأة تبقى محطوطة عندك في الفريزر، الخير كله يبقى موجود عندك في قلب البيت وبأسعار قليلة. بتعملي الكمية كلها على بعضها تطلعي منها زي ما انت عاوزة، فبتوفري على نفسك ان انت تبعتي تشتري كل يوم. تعمليها سخنة كده وقت الأكل على طول، وتحطيها في سندوتشات الفينو أو البلدي بترنشات طماطم، أو ترش عليها شوية توابل كده جميلة، وتاكليها بألف هنا وشفا. لو عجبتكم وصفتنا بقى اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله.